أول تعليق من مدرب بلدية المحلة بعد الهزيمة من الأهلي في الدقائق الأخيرة. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد أو حصري. علق المدرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلدية المحلة على هزيمة فريقه في الدقائق الأخيرة أمام النادي الأهلي، وأدلى بتصريحات تلفزيونية نقلها التلفزيون المصري منذ قليل. قال عبد الرؤوف: أولا أنا بشكر جمهور بلدية المحلة وبشكر لاعبتي جدا على الأداء اللي قدموه النهاردة قدام النادي الأهلي رغم الهزيمة. كنا قريبين جدا من المكسب وحسم اللقاء، لكن الماتش اتقلب علينا في النهاية ومعرفش ازاي، وده طبعا راجع لفرق الإمكانيات والخبرات الكبيرة بيننا وبين النادي الأهلي. ما اقدرش اتكلم عن التحكيم النهاردة، ومش هعمل زي الناس اللي بتعلق الهزيمة على شماعة التحكيم وبتقول ان التحكيم هو السبب في هزيمتنا. لا، انا مش هقول كده. انا كنت بلعب قدام فرقة كبيرة، فرقة رايحة تلعب نهائي افريقيا بعد 7 ايام، وكانت واخدة البطولة السنة اللي فاتت، وانا سعيد جدا اننا عملنا الماتش ده قدام النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا فيما هو قادم باذن الله.